اضافات جميله جدا في ريفت 27 خاصه بالحوائط، خاصه بالتاجنج، خاصه بالسلالم. وده اول فيديو للتفاصيل المعماريه، ولو انت برضو انشائي او الكتروميكانيكال افهم التفاصيل دي هتفيدك كتير في شغلك. كمان في الفيديو دوت هنشوف ازاي نحصر الحوائط بتاعه الدهانات علشان يكون كده جمعنا الموضوع بالكامل. لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب استاذنك تنزل تعمل سبسكرايب وكمان تفعل الجرس عشان يوصلك كل السلسله بتاعه ريفت 27 والابديت بتاعها الجديد. وكمان حابب ابلغك ان احنا خلال ايام هنبدا راوند معماريه وراوند انشائيه في دبلومه البيم الشامله اللي بنقعد فيها 6 شهور كاملين اكنك اتعينت معايا في الشركه، من مشاريع ومن شغل ومن تفاصيل لحد ما تخرج ان شاء الله من اميز الناس في مجال البي اي ام. يلا بينا نشوف الثلاث محاور بتاعتنا او الاربع محاور بتاعتنا. يلا بينا نشوف اول تعديل عندنا. الاضافه الجميله اللي اتضافت في الحوائط معماري او انشائي والكتروميكانيكال ممكن تستفيدوا بيها برضو، هي فكره ان انت عندك الروم دلوقتي بقت بليس باي روم. كانت قبل كده ببلجنز وهم بداوا يضيفوها في البرنامج. كمان لغوا الاوبشن بار ونقلوا الاوبشن بار كله هنا في الجنب. كمان عندك فكره الاوتو جوين وعندك الجوين ستيت برضو دي هنتكلم عنها. بس تعالى كده نشوف البليس باي فيس هيعمل ايه، لان عندنا الاوتو جوين وعندنا الاكستيريور سايد وعندنا الانتيريور سايد. فخلينا نقول مثلا ان احنا هنبقى انتيريور، ولو جيت برضو فتحت خانات الخطوط كده علشان تشوف اللون الاسود اللي هيبان. انا اخترت الحيطة دي وجيت هنا عايز اشغل او اعمل جميع الحوائط بتاعتي بالدهان دوت. بمجرد ما دوست كليك كده اوتوماتيك بدأ ينزل لي الحيطة بتاعتي اهي، ونازلة اوتوماتيك مفتوحة على الابواب وعلى الشبابيك زي ما انت شايف كده. وهو اوتوماتيك ضافها وفتح اوتوماتيك للابواب والشبابيك، وده في حد ذاته توفير وقت كبير جدا، لان كنا زمان بنرسم بايدينا خط خط ونقعد ونلف وبتاع، وده كان بياخد مننا وقت كبير جدا في الشغل. دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير. وطبعا لو انت بتستخدم الداينامو ممكن لو هو نفس الدهان تنزله على كل المشروع مره واحده. طيب، من الحاجات الجميله اللي اتضافت برضو انك انت لو طلعت اوفست بالحيطه دي كده مثلا، هو ما بيقفلش قدامها زي ما انت شايف. هو بيقول لك طبعا انك دلوقتي انت شلت الجوينت، فانا قلت له اوكي ماشي. هو ما بيقفلش قدام الباب زي ما انت شايف مثلا ان انت ممكن يكون عندك الباب لبره وعايز تعمل حيطه مثلا مفرغه او في هواء في الحيطه بتاعتك هنا والباب بيفتح لبره ويبقى عندك الشكل ده. وطبعا دي هتضطر ان انت تبقى تقفلها. طيب لو انا يعني علشان نشوف برضو مدى ذكاء الريفت، لو انا بعدت كده مثلا اوتوماتيك هو هيقفل، لان هيقول لك استحاله يكون دوت كله الباب. فبمجرد ما انت حوالي مثلا بعدت رينج المتر هتلاقيه قفل اوتوماتيك على طول من قدام الفتحات بتاعتك. فانت فكره من الافكار الجميله واللي بجد رائعه، واللي انا شايفها هتوفر كتير على المعماريين وبالذات مهندسين الديكور، لانه كانوا طبعا بيتعبوا جدا في فكره ان هو يقعد يلف رابنج حوالين العناصر وبعضها. خلي بالك ان كمان هو بيشتغل على الروم، فلو حدود الروم بتاعتك في عمود او ايا كان هو هيلف حوالين العمود برضو، فده في حد ذاته شيء جميل جدا. طيب ايه كمان الاضافات اللي اتضافت عندنا؟ انت طبعا بتبقى مفعل الاوتو جوين علشان اوتوماتيك يعمل جوين مع الحوائط بتاعتك واوتوماتيك يفتح معاك. من الاضافات الجميله ان انت كمان ممكن تضيف باي سيجمنت، يعني حيطه حيطه لو انت عايز اكتر من دهان ينزلوا على الحوائط بتاعتك. فتعالوا نشوفها حتى مع بعض بسرعه. انا همسح ده وهاجي من هنا للوول وهاجي من هنا للسيجمنت وهاجي على الحيطه، فهتلاقي هو بيظهر لك بس خط واحد وبيبدا ينزل لك الحيطه بتاعتك. طيب ده كده
الشكل بتاعنا، وده كده التفاصيل بتاعتنا. من الاضافات كمان الجميله وهي فكره التاجنج، والتاجنج دي هتبقى حاجه شامله ما بين الاركتكتشر والاستراكشر والام اي بي، ان انت فعليا بقيت الليدر ده تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مثلا كان كده، كان من غير ليدر، تمام، كان بالشكل دوت من غير ليدر. بمجرد ما انا فتحت الليدر لقيته مثلا جاي عندي بالشكل دوت، وانا عايز يعني عايز اجيبه بالجنب، وعايز اكسر دي كده، وعايز، فهو بقى دلوقتي تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. ولو فتحت دي كمان هتقدر تتحكم تبقى من النقطة دي او من النقطة دي زي ما انت عايز. يعني انا كنت عايزها مثلا في السنتر زي ما انت شايف، وبعدين هجيب دي هنا كده، وبعديها هروح اعمل اوبن لدوت واجيب دي مثلا عند النقطة دي، بحيث ان مثلا لو في كلام. فهو بقى من الحاجات الجميلة قوي ان انت عندك تو جريبس كده، ان انت تفتح وتقفل بيهم زي ما انت عايز. الموضوع بسيط وسهل جدا، ما فيهوش اي مشكلة. اما بقى بالنسبة للسلالم، فالسلالم ضافوا فيها موضوع لطيف قوي، وهو انك انت لو جيت ضفت سلالم من الارقام من الانوتيشن. كنا دايما بنبقى عايزين نمسح الارقام اللي فوق او بعد خط القطع ما تبقاش باينه عندنا، وما كناش بنعرف طبعا نعمل دوت في الفيرجنز اللي قبل كده. كان ممكن برضو في بعض الاستشاريين يقول لك لا، المفروض ان انت تفهمني ان دول يبقوا فيدد ودول يبقوا توال ومش عارف ايه. في بعض الاستشاريين طبعا بيفضلوا ان انت تعمل دايره على الارقام. يعني كلها دي تطلعات جميلة، بس فكرة الارقام ازاي انت تتحكم فيها وازاي تشتغل عليها. فانت عندك هنا اوبشنز حلوة جدا، وهي ان انت بولد وايتاليك واندرلاين والرقم بتاعك، وبعدين الجرافيك فور اباف الكات مارك بيقول لك ترانسبيرنسي وعايزها يكون لونها رمادي. فبالتالي لو عملت كده هتبقى دول زي ما انت شايف الشكل بتاعنا. كمان لو رجعت هنا عندك طبعا هنا بقى الاوفست والرايزر واول وليفت كوارتر وهوريزونتال، تقدر تشكل فيهم يعني زي ما انت عايز، وتغير وتعدل فيهم زي ما انت عايز. اوبشنز جميله بتحسن مستوى البرزنتيشن، وده المطلوب عامه، ان انت تبقى بتحسن مستوى البرزنتيشن بتاعك دوت كمان. طب لو انا بقى عايز اخفي اللي بعد الكات دوت، ده اوبشن جديد اتضاف وبجد يعني قوي جدا. نغير بس العربي نخليه انجلش، ونروح للفي في، ونروح للانوتيشن، ونروح للستيرز، نروح للستير تريد رايزر نمبر، وكمان نيجي من هنا اباف ستيرز تريد، يبقى احنا عايزين نشيل دوت فيطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه. وده طبعا من الاوبشنز الجميله اللي هتحسن البرزنتيشن بشكل كبير جدا. وده اللي انا دايما بقوله للناس، يا جماعه البرزنتيشن كل مدى بيتحسن ليه؟ ان هو يميت كل التفاصيل بتاعه الكاد. الفكره كلها ان ده مربوط بالموديلنج، فهم بيبقى محتاج شغل اكتر، مش مجرد ان احنا نمسح وخلاص. ودوت شيء قوي جدا ان هم دايما في تطوير علشان يطلعوا افضل واحسن حاجه في كل التفاصيل بتاعتنا. يلا بينا نروح على اهم نقطة وكلكم اكيد مستنينا، وهي حساب الدهانات مع الاي اي. وده بالفعل هيكون حاجة قوية جدا. تعال نبص، انا هنا رسمت المحارة بتاعتي، وبعد كده رسمت الدهانات بتاعتي، او رسمت اللاير اللي هي المورتال لاير، وبعد كده اللاير التانية اللي هي البينت لاير. تعالى نشوف هنتعامل مع البرنامج ازاي. في الحقيقة انا كنت عملت تجربة، قلت له احسب كمية الحوائط اسم متر مربع، فبدأ ان هو يديني الحوائط بتاعتي وادهاني على 153 متر مربع. وكمان لما قلت له بالانجلش بقى انا عايزها بيل اوف كوانتيتي، فالبيل اوف كوانتيتي هو فاهم ان هو يطلعوا بالشكل دوت ريمارك ويونت واريا وهايت ولينس وول اي دي وديسكريبشن لكل حيطه من الحوائط اللي انا قلت له انا عايزها بالتحديد، مش عايز كل الحوائط. كمان عمل لي كوست استيميشن جدول، قال لي والله اليونت بايه والريت ايه والاماونت ايه والكوانتيتي ايه. فكل دي تفاصيل جميله جدا. تعالى نلعب معاه لعبه كده جميله قوي هتفيدكم. وان انا هقول له انا عايز الحوائط بالروم بان انت تدهاني L1 L2، تمام. دي المحاره بتاعتي اهي، المحاره بتاعتي تمام.
وبالغلط انا هرسم برضو الدهانات بتاعتي من L1 ل L2، بس احنا زي ما احنا عارفين انا عايز الحوائط بتاعه الدهانات تكون متخصم منها مثلا 10 سم من تحت ومتر مثلا من فوق، علشان في مثلا جبسون بورد او حاجه زي كده. فالمفروض ان انا هاجي اقول له هنا ايه، هقول له احسب، ممكن اخد نفس الجمله دي فوق اهي علشان واقول له خصم مع خصم مع خصم مع خصم 10 سنتي من أسفل ومتر من أعلى. فطبعا طبعا يعني هيروح ليه، ممكن توقفه على فكرة، ممكن توقفه اهو كانسل الريكوست، وتاخد نفس الكلام ده وتقول له كانسل ريكوست، وتقول له انا عايز ده للحوائط اللي اسمها بينت، وتسيبه يحسب. طبعا انت عندك حصر الحوائط اللي هي المحاره كانت 153 في المتر المربع بتاعها، فالمفروض لما نشيل 10 سم من الدهانات ونشيل متر من فوق طبعا المفروض تقل عندنا، لان احنا نفس الايه، نفس المسطح او نفس المساحه. طبعا هيجي هنا، هو طبعا حسب طبعا كل حاجه بس ما فيش مشكله يعني. هتلاقي هنا اهو البينت وول طالع معانا بالرقم دوت. بعد كده الملخص النهائي، حوائط ده كذا، حوائط كذا، الاجمالي الكلي تم خصم 10 سم من اسفل، تم خصم 10 سنتيمتر من اعلى، الارتفاع الصافي المحسوب هو 2 متر ونص. فبالتالي هو حساباته دقيقة ومظبوط، حتى لو انت حبيت تديله معادلات وتديله جداول وتديله تفاصيل فهو بالفعل ذكي وقادر ان هو يطلع لك كل التفاصيل دي. اكتبوا لي برضو في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه وعايزين تجربوا ايه مع الاي اي، لان انا بحاول اكتشف كل تفصيلة ممكن نستفيد بيها من الاي اي ازاي، وانا شايفه الصراحة في البيل اوف كوانتيتي او الكميات هيكون من اقوى الحاجات في الفترة القادمة.